خليني اعرفكم بنفسي. تمام. دي اول محاضره لينا في الكورس الفلاتر. تمام. انا كرولوس مايز، جوجل ديفلوبر، جيت هاب كامبس اكسبرت. تمام. آه، دي الحاجات اللي هنتعلمها على مدار الكورس: الدارت، الاو او بي، الويدجتس، نشتغل بالاسيتس، الديزاين برنسبلز، الباكج مانجمنت مانجر، والاي بي ايز. تمام، والستورج. تمام. يلا بينا نبتدي نتعرف على الفلاتر. الاول كده، ايه هو الفلاتر؟ الفلاتر هو فريم ورك ديزايند باي جوجل. يعني احنا تيم جوجل. تمام. آه عشان يبقى كروس بلاتفورم ديفلوبمنت كيت. تعمل بيه ايه؟ تشتغل بالاندرويد، للاي او اس، للويندوز، لللينكس، للماك، والاي او تي. كل ده، كل الهلمه دي من كود واحد. ب... زي مثلا وان شاء الله بقى اي حاجه جديده هيحطوها في الفلاتر، وهيشغل اي حاجه من كود واحد. تمام. عندنا جمله مشهوره كده في الفلاتر اسمها everything in flutter is a widget. كل حاجه في الفلاتر هي widget، لانها widget بيز فريم ورك. تمام. تمام. ثواني. هم دخلوا كلاس روم؟ انا مش هعمل ادمت لحد ما دخلش كلاس روم. هي بالفعل بتتسجل. تمام. انا كنت بقول ليه نستعمل الفلاتر. آه، الفلاتر زي ما احنا قلنا هي فريم ورك ديزاين من جوجل، بتشتغل على للاندرويد، للاي او اس، للويندوز، لللينكس، للماك، للاي او تي كمان، اجهزه الاي او تي، من غير اي مشكله. زائد انها اوبن سورس، يعني ليها على طول اي حد ممكن يدخل يعمل عليها ابديت لو فيها مشكله. زائد ان ليها اكتيف كوميونتي كبير. حتى احنا معظم كوميونيتيز في جوجل بتعمل لها سبورت كبير. تمام. على طول بيتعمل لها ابديت اول باول. مثلا من قريب لسه طالع الابديت 3.17. تمام. سريعه قريبه جدا من نيتف. لو انت مثلا حد بيشتغل نيتف فهي قريبه جدا من الاساس. تمام. والليميت الوحيد ليها هي مخيلتك، لان انت اي حاجه هتتخيلها تقدر تعملها لو عندك المهاره الكافيه. تمام. الفلاتر شغال لغه الدارت. تمام. ثانيه. احنا النهارده هنبتدي نتعرف على دارت. يلا come to the dark side. في الاول كده خلينا بقى نعرف ايه الدارت. الدارت برضو هي لغه برمجه designed by none other than Google. تمام. عشان تبقى high level programming language. هي دارت اول مره اعلن عنها في 2011 تقريبا. تمام. في الدنمارك في ايفنت ما. بالذات كان في 10 اكتوبر. في ايفنت جوتو. آه عمل عشان يستبدل الجافا سكريبت. آه وجوجل استولت عليها بعد كده. تمام. او كملت هي رحله التطوير بتاعها. واول
إطلاق ليها كان في حوالي 14 نوفمبر 2013. تمام. دارت هتبقى السنتكس بتاعها عامل ازاي قريب من الجافا او السي شارب او جافا سكريبت او الكوتلين. لو انت جاي من اي باك جراوند منهم فانت هتنطلق بسرعه. تمام. ثواني، كلهم في الكلاس روم متاكده؟ محدش بيقبلهم. اوكي، انا بس هرفرش كده تاني. وللاسف انا ما اقدرش اعمل ادمن للهوست ده، للكونفرنس دي. طب انا هعمل طب انا عملت ادمت كله. تمام. باشمهندسة سلمى، لو في أي حاجة غريبة حصلت في الميت بيبلغينا عشان أنا مش شايف الميت. ماشي. للأسف ما أقدرش لأن ده إيميل، ما أقدرش أديله وسط للأسف. لو في إيدي كنت عملتها صدقيني. جرب كده تاني ثانية. تمام. عملت الكوست خلاص باشمهندسة سلمى. تمام. نكمل. إحنا كنا بنقول ثانية، كنا بنقول إيه؟ آه، تقدر تستخدم الدارت كلغة منفصلة تماما، تبتدي تبرمج بيها الويب وتستبدل بيها شغل الجافا سكريبت لو انت حابب. تمام. ولو عايز تتعلم دارت مع نفسك كده فانت، وده طريقة تنزيل الدارت. تمام. وعايز تجرب الدارت مع نفسك، اللينكات اهي قدامك، هننزلها ان شاء الله في الجروب. تمام. يلا بينا هنبتدي ننزل بعد كده الفلاتر. ندخل على اللينك، هننزل مع بعض الفلاتر وهننزل مع بعض الدارت. اوكي. هنفتح فلاتر دوت ديف يعني كده. عنده معايا. تمام. زي ما احنا شايفين دي اول صفحه اول ما بنفتح موقع فلوتر بنلاقيها فلوتر دوت ديف. تمام. تمام. جيت ستارتد. انا مثلا بستعمل ويندوز، انت بتستعمل اي اوبريتنج سيستم تاني تقدر تستعمله عادي، ما فيهاش اي مشكله. آه، تمام. انا بستعمل ديسكتوب. انا اول ابلكيشن مثلا هتشتغل بيه هو انا هشتغل بالموبايل. تمام. اي حاجه تانية بتنزل لها اكستنشن سهل. تمام. ننزل شويه. ويندوز جيت فور ويندوز. ايه ده ويبس؟ ده الجيت مش شايف. اهي. انا اسف، هي تحت، غير تحت. ماشي. ننزل الزب. تمام.
هو بينزل، بعد ما بينزل بنبتدي نعمل بقى إيه، ثانية. عشان أنا بالفعل منزّله، فعلى طول أنا هابتدي أشتغل معاكم منّه. وإحنا هنشتغل مع بعض من هنا عادي، مش مشكلة. تمام. بنعمل folder في الC اسمه CR أو source. تمام. تمام. أنا مثلًا عندي كذا حاجة، فأنا مثلًا هادخل على الflutter. تمام. وأدخل لمّا باعمل extract باعمل folder اسمه flutter، وباحط فيه الحاجة اللي كانت في الpackage اللي إحنا نزّلناها دلوقتي. تمام. بندخل في الbin بعد كده. من الbin بناخد بقى كل ده كده أهو copy. ندخل في حاجة اسمها path. ماشي. نفتح edit environment variables. أوكي، ثواني أنا فتحت عندي بعيد. اكتب في الchat لو مش عارف يفتح المايك. تمام. ندخل edit environment وبنضيف هنا، بنعمل add، بنعمل new، ونعمل paste. تمام. أنا بالفعل أنا عندي واحد، نكبر شوية الفايدة. الباست هنا. تمام. وبنعمل نيو، وبنضيف وبنضيف اللي هو الباس بتاع البن بتاع الفلاتر. اوكي. بعد كده برضو بنضيف بعديها، بتدوس نيو وبتعمل بيست على طول. سهل. بعد كده بندخل بعد كده بندخل في الكاش. عشان وانا بوطي كده عشان الشاشه بعيده شويه. دارت اس دي كي. وبرضو بندخل البن، وبنست وبناخد برضو الباس ده وبنحطه في نفس المكان. تمام. انا بالنسبه لي كانسل، انت بتدوس اوكي وخلاص كده. كده كل حاجه جاهزه. بعد كده بنفتح التيرمينال. تمام. انا هفتح عندي السي ام دي. وبكتب فلاتر دكتور. من اول النقطه دي، فانا كده انا بقى عندي الانفايرمنت بتاعت الفلاتر كامله. ومعلش هو بياخد شويه وقت، بس هو انا كده بسطب الانفايرمنت بتاعت الفلاتر على الجهاز. هو عامه اللي ما اعرفش يعني ايه اس دي كي. اس دي كي يعني سوفت وير ديفلوبمنت كيت. تمام. وهنا بيبلغني ان انا ما عملتش ابديت للفلاتر، بس عادي يعني. عشان فعلا انا كنت متغافل عنه الفتره اللي فاتت دي عشان كنت مركز في جي بي. زي ما قلت لكم انا كنت عامله 16.7. تمام. طبعا نزل له فيرجن جديد 19. تمام. آه،
طلع انا عندي كل حاجه صح. انت عندك هيبقى عندك انك تاكسبت اللايسنس، الاندرويد لايسنس. تمام. دي بتيجي منين؟ لازم تكون منزل اندرويد ستوديو. تعالوا ننزل مع بعض الاندرويد ستوديو. اوكي، سريعا كده احنا قلنا بندخل على فلاتر دوت ديف، ستارتد. ستارتد، بنختار الاو اس بتاعنا، الاوبريتنج سيستم بتاعنا. الاوبريتنج سيستم بتاعنا بقى اذا كان ويندوز، لينكس، ماك، كروم او اس. تمام. نختاره وبنمشي على الخطوات الموجوده. مثلا أنا مثلا عندي ويندوز، فانا اشتغلت بالويندوز. نزلت تحت، نزلت الفلاتر اس دي كي. فلاتر اس دي كي 3.19 احدث حاجه موجوده دلوقتي. بنبدا بعد كده ندخل نعمل اكستراكت للفايل ونحطه في فولدر في السي اسمه بنسميه اس ار سي او سورس ريسورس. تمام. آه بعد كده بنفتح الانفايرمنت. عشان نقطة الانفايرمنت دي بالذات لازم تبقى واضحة قدامكم. تمام. بكتب في البتاع ده edit system environment variables. تمام. بتطلع لي ايقونة زي دي. بدخل في الفاريبل هنا، انزل تحت هلاقي حاجة اسمها باث هنا، الحتة دي. اه اهي باث. تمام. بعد بدخل اعمل edit. تمام. باخد التراك بتاع الفلتر. تمام. لو مثلا من السي تبقى فيه باث كده فوق. اس ار سي. تمام. بدخل هنا فلتر، بفتح البن. تمام. وباخد الباث كده كنترول سي. باجي وباجي في الانفايرمنت اللي احنا فاتحينها، واعمل نيو، واعمل كنترول بي. تمام. انا بالفعل عاملها فانا مش هعمل. وفي نفس البتاع من قبل ما اقفلها. تمام. بفتح هنا تاني، بدخل في الكاش. تمام. وبدخل في دارت اس دي كي. من دارت اس دي كي بدخل في البين تاني، باخد برضو الباث ده كله كده. باخد الباث ده كله كنترول سي. تمام. وبعمل هنا برضو واحده نيو تانية، وبعمل كنترول في. يبقى اوكي اوكي وخلاص. تمام. لو حد عنده اي سؤال يا ريت يوقف ويسأل، عشان انا مش هعيد تاني. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبتدي نشتغل على طول. تمام. آه برضو الاسئله لو حاسس انها اسئله خارج النطاق وحاجه انا قلتها بس انت ما سمعتهاش، قولها. لكن حاجه خارج النطاق، حاجه هتسأل في حاجه بعدين، خليها في اخر السيشن عشان خاطر الوقت معانا مش كبير. تمام. عشان وقت المحاضره، ولو حد وراه حاجه عايز يعملها. بعد كده بندخل. تمام. احنا كده عملنا ايه؟ سطبنا الفلاتر اس دي كي. صح، نسيت. بنفتح التيرمينال وبنكتب فلاتر دكتور. بعد كده، بعد ما عملنا الباص نكتب فلاتر دكتور اهي. تمام. آه بعد ما بنخلص فلاتر دكتور، طبعا بيبقى فيه شويه ايشوز، مش بيبقى كله صح كده. الايشو بتبقى موجوده مثلا انك تاكسبت الاندرويد لايسنس، انك ممكن ما يبقاش عندك اصلا فيجوال ستوديو عادي. تمام. الفيجوال ستوديو مش الفي اس كود. فبالتالي بيبتدي يرخم عليك ويقول لك علامه استفهام او اكس. تمام. مش بتبقى على طول خضراء. مش مهمه دي. المهم عندنا الاندرويد لايسنس، وان الفلاتر، علامه الفلاتر وعلامه الويندوز وعلامه الاندرويد. تمام. علامه الكروم والفي اس كود برضو مهمين. تمام. بعد كده
بنيجي هنا جديدة، تعالوا نجيب بقى إيه أندرويد ستوديو. بنكتب أندرويد ستوديو بتبقى أول حاجة في وشنا على طول. طبعًا الأندرويد ستوديو بينزّل أندرويد SDK. أندرويد SDK الفلاتر بيستعمله عشان يطلّع البرامج الأندرويد. إحنا كteam flutter إحنا إن شاء الله هنركّز معاكم في تراك الموبايل. اللي عايز بقى بعد كده يطوّر من نَفْسه ويشتغل، إحنا برضه هنوفّر materials تقدروا تذاكروا فيها مع نَفْسكم. لكن إحنا هنشتغل مع بعض نعمل أندرويد app، تمام، وهنتابع معاكم، هندّي تاسكات، في الآخر هيبقى في graduation project. الproject ده كمان هنعمل لكم mentor عليه، بحيث إنكم بعد كده إزاي تقدروا تسوّقوه وتستعملوه، تمام. وهنعمل إن شاء الله session مخصوص ل آه، آآ للجوجل بلاي وإزاي تستعمله، الاشتراك بتاعه طبعًا بفلوس، فإحنا آسفين. هو الاشتراك بتاع الجوجل بلاي نفسه store بفلوس، بس هو إحنا هنشرحه عادي، وإزاي هتبدأ عليه وإزاي تقدر تنشر من عليه، تمام. بننزّل بعد نرجع بقى لموضوعنا. إحنا بعد كده بننزّل أندرويد ستوديو، تمام، تَكّة كده وخلاص نزل، تمام. أنا بالفعل عندي أندرويد ستوديو، فأنا على طول هافتحه، تمام. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ حد عايز حاجة ما فهمش حاجة؟ عايز نعيد حاجة؟ طَب على ما البرنامج ما يفتح، آآ تقدر تستعمله على الflutter، تقدر تشتغل بيه على الVS Code، على الVisual Studio، على IntelliJ، على Android Studio. كل IDE نِفْسك فيه تقدر تستعمله، وهندخل مع بعض إزاي تستعمل كل IDE، Android Studio أو IntelliJ أو الVS Code، تمام. أدي أهو فتح. حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام، نكمّل. مثلًا ده الAndroid Studio، تمام. بندخل هنا في الsettings، تمام. ننزل بننزل في الplugins، ادينا في البلجنز هنا، بنزل الاكستنشن فلاتر اهي، تمام. بنزل الاكستنشن دي وخلاص كده. اكتب هنا اهو، مثلا لو كتبت من هنا فلاتر، ادي الاكستنشن بتتنزل وخلاص. يعني مثلا هو طالب مني ابديت، انا هفكس له دلوقتي بعدين. بس تمام. تعالوا بقى نظبط الاندرويد اس دي كي، تمام. تعالوا بندخل الاس دي كي مانجر، تمام. وبنبتدي بعد كده نشوف فيرجنز الاندرويد اللي انا هشتغل بيها. طبعا انا كديفيلوبر انا بيهمني ان انا اجرب على كل فيرجن اندرويد. الاندرويد فيرجنز كتير، في 13 فيرجن، وفيرجن 14 لسه في البيتا دلوقتي، فتح للبيتا. فبالتالي
أنا بقى عندي versions كتيرة، فباختار ابتدي أنقي بعد كده الversions اللي اللي هاشتغل بيها. تمام، أنا مثلا بتارجت، أنا عندي بروجكت قوي محتاج إمكانيات عالية، فابتدي أنقي فيرجن أندرويد، ابتدي أجرب على كل فيرجن أندرويد. تمام، يجي في الاس دي كي التولز اللي بستخدمها في ان انا اشتغل. طبعا الاساسيات منها بتنزل اول ما بتنزل الاندرويد ستوديو، الاساس منها. طبعا بقى اي اضافات تقدر تضيف تاني. تمام. آه كده بريف سريع كده عن اندرويد ستوديو. احنا كده كده هنحتاج ننزله علشان خاطر هو الاصل، هو اللي عليه اندرويد اس دي كي، ما نقدرش ننزل اندرويد اس دي كي لوحده. اس دي الاس دي كي معناه سوفت وير ديفلوبمنت كيت، اللي هي مجموعة التول كيت بتاعتك بتاعت انت كديفلوبر. تمام، لو محدش يعرف يعني ايه اس دي كي. اوكي، احنا طبعا هنسيب الاندرويد ستوديو، نفتح في اس كود، لان انا برضو هعرفكم ازاي تعملوا بروجكت على الاندرويد، على الاندرويد ستوديو او الفي اس كود. بالمناسبة الخطوات اللي احنا عملناها في الاندرويد ستوديو هي اقدر اعيدها تاني في الانتليجي. هي لان هو نفس الشركة المصنعة، هنلاقيها هي نفس الخطوات، ما فيهاش اي تغيير. تمام، كله متابع معايا لحد دلوقتي؟ كل اللي متابع معايا لحد دلوقتي يا ريت يريز هاند عشان لو. طب انا معتز، ناجي، انت بتهيألي انت لسه داخل، انت متابع كل حاجه لحد دلوقتي؟ باشمهندسه سلمى، باشمهندسه سلمى. ايوه. تمام ماشي. بيعمل لها بين عشان خاطر الناس تشوفها، عشان خاطر مش كل الناس مش بتشوف الشات لو حد داخل متأخر. اعمل لها بين عشان الشات يبقى باين حتى لو الناس بعد الموضوع. كنا واقفين فين؟ كنا بنشتغل كنا هنبتدي في الفيس كود. سيبنا من ده بروجكت كنت شغال عليه. انا شرحت الاندرويد ستوديو اللي احنا كده كده اصلا هنحتاج ننزله. اللي ما عندوش بي اس كود مش لازم ينزله. حابب اي دي اي تاني زي انتليجي، اندرويد ستوديو، اي اي دي اي. انا ان شاء الله انا هشرح البي اس كود وشرحت الاندرويد ستوديو خلاص. الاندرويد ستوديو اللي فاتوا حاجه، انا اهم حاجه بالنسبه لي الاندرويد ستوديو ان انت اي ايميل تشتغل عليه قدام محتاج اندرويد ستوديو. انت كنت ماك، فانت الاكس كود مقضي شغلك. كله متابع معايا؟ تمام. بس ايه بتاعت هو عامة ما اظنش ان حد من الموجودين ما عندوش بي اس كود. بس هو عموما اللي ما عندوش بي اس كود ثواني، انا بسرعة كده هقول بس. عارف اللينك؟ ماشي مش مشكلة. برضو انا سريعا كده هشرح ازاي ننزله.
تمام. ادي مثلا الفيجوال ستوديو كود او البي اس كود. البي اس كود من انتاج مايكروسوفت، زي ما اندرويد ستوديو وانتليجي، انتاج جيت برينز. بيعملوا داونلود ازاي؟ تمام. اول ما نفتح الموقع اهو داونلود، الريتم ما لخبطش ما بين الاندرويد، ما بين البي اس كود والفيجوال ستوديو. الفيجوال ستوديو كود اي دي اي مختلف عن الفيجوال ستوديو. الفيجوال ستوديو برامج الاندرويد، على اسف، برامج الويندوز، واللي بتركز على السي شارب، سي بلس بلس، جافا سكريبت. تمام. هو بيركز على تمام. بننزل من الويندوز وخلاص كده، نكست 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 وخلص. اوكي. نفس الكلام في الاندرويد ستوديو، عشان مش شرحت ازاي نسطب الاندرويد ستوديو. اوكي. تمام. ادي هنا مثلا في الماركت بليس بتاع جوجل. تمام. ادي كده بقى ايه، ادي فلتر، مجرد بس ما اعمل انستول، ينتهي كل حاجه، ينزل الدارت دي لوحده. آه، انا عايز بس الناس اللي طبقت معايا لحد دلوقتي، انا هفتح دلوقتي اللي عايز يفتح المايك. تمام. برزنتيشن. ثواني. وانا الصوره وانا البتاع بتاعي عامل فريز ولا لا؟ المايك، انا الكاميرا شغاله ولا لا؟ الكاميرا مش شغاله. تمام. ظبطت كده، عشان يهمني الناس تبقى شايفاني. تمام، ماشي. آه الناس بقى انا دلوقتي انا خلصت كده. الناس اللي كانت ماشيه معايا من الاول وعملت الفلاتر دكتور، المشاكل اللي قابلتكم ايه؟ تمام. اللي عايز يتكلم يرفع ايده، عشان انا يهمني دلوقتي فلاتر دكتور، لان ده اسايمنت النهارده، انك تبعت لي سكرين شوت من الفلاتر دكتور. انا مش عايز النهارده اي اسايمنت. تمام.